السلام عليكم يا هندسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا كريم، عامل ايه؟ بص يا هندسة، أول مشكلة جات لنا أنا بضيع وقتي في رمضان. أنظم وقتي إزاي بحيث إن أنا أذاكر أروح الكلية وأنام؟ نتمنى إن حضرتك تحل لنا المشكلة دي. بص يا باشا، أول مشكلة بعتها لنا إن الوقت بيضيع في رمضان. هي الكلمة دي أصلا غلط. هو رمضان مش بيضيع الوقت، هو رمضان بينظم الوقت. احفظها مني كده. هقول لك على شوية خطوات سريعة كده هنعملها بحيث إن هي تبقى خطوات عملية مطبقة. معلش استحملني في أول كلمتين، وبعد كده الباقي هيبقى زي الفل حلاوة كده وهتمشي معاك إن شاء الله وردي يعني. أول كلمتين، أول حاجة استعن بالله. ما هياش كلمة منظرة، ما هياش كلمة أي كلام ولا نص كم، لا والله أنا بتكلم بجد. استعن بالله. وتاني كلمة لست وحدك. احفظوا مني الكلمتين دول، وبعد كده الباقي هنمشي مع بعض هنا. أول حاجة استعن بالله. بص، أنت معاك ربنا بجد، معاك ربنا اللي خالق كل شيء وقادر على كل شيء ويملك كل شيء ويقدر يعمل أي شيء. عايز منك الإخلاص في الدعاء، يعمل لك اللي أنت عايزه بس، وطالب منك إنك تسمع كلامه، تأتمر بأوامره وتنتهي عما نهاك. موضوع بسيط وسهل ومضمون ومجرب وكل حاجة. الاستعانة لو اتطبقت صح كل شيء مش زي الفل. تاني حاجة لست وحدك. يعني ايه لست وحدك؟ لست وحدك دي ببساطة شديدة جدا يعني حضرتك مش لوحدك في المشكلة. ما تخليهاش شماعة ان انت راجل الاي كيو بتاعك ضعيف، ان انت راجل عندك مشكلة في ذكائك، عندك مشكلة في قدراتك، عندك مشكلة في مجهودك. مفيش الكلام ده. لست وحدك. المشكلة دي هي نفس مشكلة الجيل اللي قبلك، نفس مشكلة الجيل بتاعك، نفس مشكلة ان شاء الله الجيل اللي هيجي بعدك. فلست وحدك. يلا بقى نطبق شوية حاجات. رمضان شهر النظام، بينظم لك وقتك. طب ازاي؟ رمضان بيجبرك انك تصحى قبل صلاة الفجر عشان تتسحر، وبعد كده تصلي الفجر، وبعد كده هتفضل صاحي من بعد الفجر لانك خلاص هتبقى على وشك انك تروح شغلك او تروح كليتك او تروح مدرستك. بعد كده تبدأ يومك كله تبعد عن كل المشتتات اللي ممكن تشتتك في الايام العادية. تبعد عن الاكل، عن الشرب، تبعد عن اي خناق واي دوشه واي زعل واي حاجه. ليه؟ لان اي حد هيجي ينرفزك، واي حد هيجي يضايقك، واي حد هيجي يتعبك، واي حد هيجي يعمل معاك اي حاجه، هتلاقيه بيقول لك ايه؟ هتلاقيك انت بترد عليه بتقول اللهم اني صائم. خلص المساله. انت حتى ما بتدخلش تجادل ولا تقول له ده انا اللي معايا حق وانا المظبوط وانا خالص. انت بتقول له اللهم اني صائم والموضوع بينتهي تماما. يبقى انت كده بعدت عن كل المشتتات. يبقى كل تركيزك في الحاجه اللي انت رايح تعملها في الكليه. بعد كده بترجع تلاقي نفسك بتجهز نفسك عشان الفطار، بعد كده بتروح صلاه التراويح، بعد كده المفروض بتركب على التراويح تنام عشان تبدا اليوم. فهو بينظم لك وقتك. بس في حاجه بسيطه قوي لو عملتها هتلاقي الوقت ده ماشي 10/10. ايه هي؟ يكون عندك هدف. اضرب لك مثال صغير. عارفين احنا للاسف الموضوع بقى الدورات الرمضانيه. في الدورات الرمضانيه، ودي حاجه انا شايفها غلط تماما لانك بتضيع وقت في توقيت غلط. يعني انت بعد رمضان اعمل اللي نفسك فيه، قبل رمضان اعمل اللي نفسك فيه في الدورات الرمضانيه وغيرها. لكن في رمضان ركز في اللي وراك، الحاجات الاجباريه اللي لازم تعملها مع العباده والقران والصلاه والحاجات دي، لان ده هو شهر واحد وهيعدي في كام يوم ومع السلامه يعني. فالدورات الرمضانيه مثلا بتلاقي نفسك كل طاقتك موجوده في الدوره الرمضانيه وانت بتلعب كوره وانت عايز تجيب هدف وانت بتكسب وانت وانت وانت. ليه؟ لان عندك هدف انك داخلين مسابقه فعايز تكسبها. كذلك لو انت عندك هدف من اول يومك في رمضان انك عندك حاجات تذاكرها، عندك حاجات تفهمها، عندك حاجات تلخصها، هتلاقي نفسك عندك هدف. طيب الهدف ده لازم يكون مكتوب يا باشمهندسين، يا دكاتره، يا اساتذه، يا كل انواع الطلاب الموجودين في الحياه الدنيا كلها. لازم يكون الهدف ده مكتوب. فتقوم رايح كاتب الصبح كده، وانا برجح ان يكون بالليل قبل النوم، تعمل لستة بالحاجات اللي ورا حضرتك تاني يوم الصبح. عندك مذاكرة، عندك تلخيص، عندك تقرير، عندك ريبورت، عندك برزنتيشن، عندك ابحاث معينة، عندك هوم ورك يتعمل، عندك مش عارف ايه، تكون كاتبهم ترقمهم كده 1 2 3 4 10 20 30. وتبدأ يومك من يوم الصبح كده. اول ما تصلي الفجر ان شاء الله رب العالمين، اول حاجة تعملها مع تقول اذكار الصباح، وانت بتقول اذكار الصباح اعمل شويه تمارين رياضيه تصحصحك وتفوقك. خد لك دش. يعني عايزك ما تدخلش في مود النوم الصبح، عايزك تدخل في مود النشاط والاكتيفيتي والقوه والباور وكل حاجه. بعد كده فورا تيجي جري على الليسته بتاعتك، تعمل منها 1 2 3 اللي تقدر عليه، ان شاء الله رب واحد بس. بعد كده تروح كليتك، كراستك وقلمك، تلخص كل حاجه، تكتب كل حاجه،
ترجع فورا تكمل الليسته بتاعتك. وعايزك في نهايه اليوم تكافئ نفسك على الليسته اللي انت عملتها. عملت 10 من 10، 9 من 10، 8 من 10، 80%، 70%، 50%، 40، 100%. تدي لنفسك مكافأة. المكافأة دي عبارة عن شوكولاتة، عبارة عن أكلة بتحبها، عبارة عن مش عارف برنامج بتحب تتفرج عليه، عبارة عن بريك، عبارة عن لعبة بتلعبها. أيا كان المكافأة اللي أنت بتحبها، كافئ نفسك على إنك كل يوم تزود النسبة دي اللي كانت 60 بقت 70، 70 بقت 80، 80 بقت 100، لغاية ما توصل ل100% بكل طاقتك وبكل نشاطك وبكل عزمك. حط الهدف قدامك، ما تضيعش وقت في رمضان، لان فعلا رمضان شهر عظيم انك تلتزم بيه وانك تنظم. وخلي بالك في ناس بتحاول تاخد فلوس على انها تنظم لك وقتك. رمضان جاي ينظم لك وقتك فور فري. ما تنساش كمان ان في حسنات مضاعفه، في اعمال مضاعفه، في كل حاجه مباركه. ربنا بيفتح لك كل ابواب الجنه، بيبعد عنك كل ابواب النار، كل ابواب الجحيم، بيسلسل لك الشياطين. ما تضيعش وقتك في المسلسلات، ما تضيعش وقتك في السوشيال ميديا. ركز في الحاجات اللي وراك، نفذ الكلام ده، ان شاء الله هتلاقي رمضان احسن شهر واكتر شهر منظم بيمر عليك في حياتك. ربنا يتقبل منا ومنكم اجمعين. ان شاء الله فكرة بكره ان نحل معاكم مشكلة تانية، واشوفكم على خير. سلام عليكم.